السلام عليكم، مساكم الله بالخير. لو ما طلعتم من سناب سعيد بن عايض إلا بسنابات الليلة لكفى. أبغاك تسمع الكلام من بدايته إلى نهايته بقلبك وأذنك وعقلك، الجميع بلا استثناء. أو ابتلاني ربي أو ابتلاك بأنواع المعاصي وأنواع الآثام وأنواع الفواحش، ترى كلها كوم، والتهاون والتقصير في الصلاة كوم ثاني. عليك تفتح لي قلبك شوي زيادة. أبعطيك 3 معلومات كفيلة لي ولك بأن تغير حالنا مع الصلاة بالكلية. من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يصف الصفوف لصلاة العشاء، فإذا به يفقد أناسا سأل عنهم ما وجد لهم عذر. قال عليه الصلاة والسلام في رسالة ليست لأولئك فقط بل لأمته جمعا، قال بعد الصلاة: لقد هممت بالصلاة فتقام فآمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة لا يشهدون الجماعة أحرق عليهم بيوتهم. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام أرحم البشر بالبشر، لكن لشناعة هذا الأمر تكفل أن يحرق بيوت أولئك، ثم قال: لولا ما فيها من النساء والذرية. أرأيتم عظم هذا الأمر؟ خذوا المعلومة الثانية. الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تدرون وش الغي؟ غي واد في جهنم بعيد قعره شديدا حره فيه حيات وعقارب لو سيرت فيه جبال الدنيا ذابت من شدة حرارته. أعد لمن يتهاونون أو يتركون الصلاة. خذوا المعلومة الثالثة والأخطر. خلونا نتعرف على حال الذي لا يصلي في الدنيا، وحالة في البرزخ اللي هو في القبر، وحالة في الآخرة يوم القيامة. أما حالة في الدنيا فقد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا. كلمة ضنكا جمعت 3 أحرف: الضيق والنكد والكدر. قد يسعد أحيانا، نعم، قد يوسع عليه أحيانا، نعم، لكن الضنك لا يفارقه أبدا. أما حاله في البرزخ في القبر فإنه كما جاء في الحديث الصحيح ينال عذاب الصخرة. تدرون وش عذاب الصخرة؟ آتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: انطلق انطلق. قال: حتى وصلنا إلى رجل مضطجع وآخر واقف على رأسه بصخرة، فيأتي هذا اللي يحمل الصخرة فيضرب رأس ذلك المضطجع فينفلق رأسه إلى نصفين، ثم يتدهده الحجر فيذهب ويأتي بالحجر فما إن يعود إلا وقد عاد رأس ذلك المضطجع كما كان، فيضرب رأسه بالصخرة مرة ثانية والرجل يتألم، قد يكون ذكر وقد تكون أنثى. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قال له: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يسبح حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، ثم يؤثر فراشه ومخدته على أن يصلي. أما حاله يوم القيامة وفي الآخرة فإنه حال لا يسر أبدا إذا لم يتب ويعود إلى الله قبل أن يموت. يا أخي تكفى استشعر بيننا وبين الله عز وجل حبال كثيرة ممدودة، أعظم وأسمك وأكبر حبل هو الصلاة. إذا قطعته ما فائدة تلك الحبال كلها اللي تعول على هذا الحبل العظيم ألا وهو الصلاة. يا أخي ما فائدة إحسانك إلى الناس؟ ما فائدة صيامك؟ ما فائدة دعائك، حسن خلقك، صدقتك، كفالتك للأيتام، أذكارك، برك بوالديك إذا كنت لا تصلي؟ أول ما تحاسب وتسأل عنه يوم القيامة صلاتك. إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. آخر وأهم معلومة بالله تأمل فيها جيدا، اللي يستهزئ ويتندر فيها بشكل غير مباشر بعض المسلسلات الهابطة. النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كلنا نحفظ هذا الحديث. اختلف العلماء والصحابة في معنى هذا الحديث على قولين. من قال أنه من ترك الصلاة بالكلية، يعني ما يصلي أبدا، يدخل في هذا الحديث. ومنهم من قال أنه من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. وقال بهذا القول بعض أكابر الصحابة وبعض العلماء المعاصرين. بناء على هذا القول، وهو قول معتبر ليس بالهين، أن الإنسان إذا ترك صلاة واحدة متعمدا ولم يتب إلى الله عز وجل ومات على ذلك فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. المسألة خطيرة ومهمة وعظيمة. ألخص هذا الكلام كله وأعطيك كلمة من قلبي، والله ما أريد لك إلا الخير ولا أريد لك إلا ما أريده لنفسي.
إن ابتليت أنت أو أنا بأي شيء من المعاصي والآثام صغرت أم كبرت، فإننا يجب علينا أن لا نفرط في الصلاة أبدا أبدا أبدا.